السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل العيش الفلاحي في البيت بأسهل وأبسط طريقة. من كيلو دقيق تطلعي أكبر كمية من العيش الفلاحي. طريقته سهلة جدا وبسيطة إن شاء الله. طالع ناجح من أول مرة، منفوخ كده وخفيف وجميل جدا. هتكوني أستاذة فيه، ما تشتريش العيش الفلاحي من بره، جربي كده واعمليه في البيت. طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. شوية خطوات هنمشي عليها وهينجح معاكي من أول مرة. يا رب الوصفة تعجبكم. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا كيلو من الدقيق المنخول، هضيف له كده معلقة من السكر ومعلقة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهبدأ كده أقلب المكونات دي مع بعض. المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف. هنزل كده بالمية بالتدريج. أنا عايزة العجينة تكون متماسكة معايا عشان احنا هننزلها مع بعض في المكنة. عجين المكنة لازم يكون قاسي معاكي. هنقلب كويس جدا وهنبدأ كده نعجن بإيدينا. اهم حاجة في العجين بتخدميه كويس جدا عشان تاخدي نتيجة كويسة كده في الاخر. هنبدأ كده نلم العجينة كويس جدا. لو احتاجت مني مية هبدأ كده ازود لها واحدة واحدة. طريقته سهلة وبسيطة، مش هضيف له اي مادة دهنية، خفيف كده على المعدة وصحي وجميل جدا. جربي كده واعمليه. ممكن كمان تسويه كده في فرن البوتاجاز لو مش متوفر عندك فرن غاز عادي. لمينا خلاص العجينة، هسيبها كده ترتاح معايا. اهم حاجة بتسيبيها كده تخمر في مكان كده دافي. العجينة متماسكة ما شاء الله. هغطيها كده بالستريتش راب واسيبها كده في مكان دافي ترتاح. ما شاء الله خمرت معايا. هنبدأ كده نقطع طبعا العجين. اهم حاجة في تقطيع العجين ما تكبريش كده حجم العجين علشان تعرفي كده تنزليه في المكنة. رشة كده من الدقيق وهنزل كده بالعجين. بتقطعيها كده كورة على حجم كده البيضة الصغيرة عشان تعرفي كده تتحكمي فيه وانت كده بتنزليه من المكنة. طريقته سهلة وبسيطة جدا. كيلو دي هتطلعي كده اكبر كمية من العيش الفلاحي ان شاء الله. ممكن كمان تطري كده كمية او تنشفي الكمية التانية، تعمليه منه فتة، تاكلي بيه اي حاجة ان شاء الله. بيبقى جميل جدا وخفيف كمان على المعدة جدا. هنبدأ كده نقطع الكمية كلها علشان وقت الفيديو. وكمان هغطيه كده بكيس من اكياس التلاجة عشان ما ينشفش مني. بايديا كده بضغط على العجين علشان بيرتاح معايا بسرعة. الخطوة دي بعملها كده في العجين او في العيش الفلاحي علشان بيخمر معايا بسرعة او بيرفع معايا بسرعة. بيساعد كمان ان انتي بتعرفي كده تبططيه، يكون سهل معاكي. هخلص كده الكمية كلها واسيبه كده لمدة 10 دقايق يرتاح. في الوقت ده طبعا هكون كده بسخن الفرن بتاعي، هسخنه على اعلى درجة حرارة ان شاء الله. لازم العيش يدخل كده على فرن سخن جدا. هغطيه بقى واسيبه كده واروح طبعا عشان نخبزه كده مع بعض. سخنت الفرن بتاعي كويس جدا. هبدأ كده ابطط. تاخدي كده طبعا من بداية كده ما قرصنا هنبدأ كده واحدة واحدة ورشة كده من الدقيق وبالنشابة هتبدأي كده تفردي نص فردة. يطلع معاكي منفوخ في الفرن وقابب كده وجميل جدا، خفيف كمان على المعدة وصحي جدا. جربي كده تعمليه. وفي نص كيلو من الدقيق، بلاش كيلو، ان شاء الله يطلع معاكي ناجح من اول مرة. اهم حاجة في العجينة تكون متماسكة معاكي عشان تعرفي كده تنزليها من المكنة. ده لقيته كده الرغيف ده لقيته تقيل شوية، نزلته كمان مرة. انت لو لقيتي كده رغيف تقيل معاكي او تخين شوية ممكن تنزليه مرتين من المكنة عادي خالص. هنبدأ كده نخبزه ان شاء الله في الفرن. ممكن تخبزي واحدة بواحدة، انا هنا هدخل كده 3 ب3. طريقته سهلة جدا وبسيطة. هتنشفي منه اللي انت عايزاه، وكمان هتضطر منه الكمية اللي انت عايزاها. ممكن كمان تضاعفي كده كمية المقادير وتشيلي منه في الفريزر، بتطلعيه كده في اي وقت طبعا.
طبعا ده كان اول فرن. هبدأ كده طبعا ادخل كمان 3 معاكم. هتبططيه كده بالنشابة نص تبطيطة عشان يكون سهل معاكي وانت بتنزليه بالمكنة، ورشة كده من الدقيق. وهننزل طبعا هنبدأ كده ننزله بالمكنة. سهل جدا، طريقته سهلة جدا وبسيطة. تعملي كده من كيلو دي اكبر كمية من العيش الفلاحي في البيت. ما تشتريش العيش الفلاحي ابدا من بره، ان شاء الله يطلع معاكي ناجح من اول مرة. فرن طبعا يكون درجة حرارته عالية جدا عشان ما ينشفش منك في الفرن. وبتطلعيه كده، اول ما بتطلعيه لو عايزه تنشفي منه كميه بتسيبيها خلاص، بتفرديها كده على فوطه من فوط المطبخ وبتسيبيها ينشف معاكي. عايزاه طبعا يكون طري معاكي في فوطه برده من فوط المطبخ. بتغطيه على طول عشان يكون طري كده معاكي. ما شاء الله ناجح من اول مره. منفوخ ما شاء الله، لونه جميل جدا، خفيف كمان على المعده. طريقته سهله جدا وبسيطه. هخلص طبعا الكميه كلها عشان وقت الفيديو. ما شاء الله طلع جميل جدا، منفوخ معانا وقابب كده في الفرن. النتيجة بتاعته هايلة جدا. هخلص كده الكمية كلها عشان وقت الفيديو، وهنرجع كده مع بعض تاني عشان نقدمه مع بعض. ما شاء الله كمية جميلة جدا من كيلو دقيق. انا طلعت هنا كمية كده ناشفة للفتة او للغموس، يعني بنغمس بيه اي حاجة طبعا، نواشف او لبن رايب ممكن تفتيه كمان. وطلعت كمان كمية كده طرية. نتيجته هايلة ما شاء الله جدا، طري جدا. يعني هو كمان كان طالع كده منفوخ معايا، ولما بيطرى كده يعني او بيحن على بعضه خلاص. ما شاء الله انا فتحت واحده كده اوريها لكم، جميل جدا وطري. وصفه سهله وبسيطه، ناجح من اول مره. يا رب الوصفه تعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تدعموني، وفي رعايه الله.